بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كيف الحال يا شباب؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة وسلامة. بإذن الله دي أول سيشن في الكورس بتاعنا. سيشن هنا هنتكلم عن الانيموريشن وإيه فايدته وإزاي بنعمل انيموريشن وكل ما يخص الانيموريشن والإلمام. تمام. بإذن الله قبل ما نبدأ عايز نفهم كده البروسيس اللي بتمشي عليها الشركة أو البنتيشن تيستر لما بيبدأ يعمل أتاك من أول ما يتعاقد مع الشركة لغاية ما يخلص بقى اتاك ويديهم ريبورت. كل الكلام ده في نص المرحلة دي بيبقى فيه كذا حاجة مهمة. من أهم الحاجات اللي احنا بنبدأ بيها أي عملية اتاك هي الانيموريشن. طيب ببساطة يعني ايه انيموريشن؟ تعال نخش كده في الموضوع. بص، الانيموريشن ده هو طريقة أو كونسبت بنستخدمه علشان نطلع كل البيانات والمعلومات والتفاصيل اللي احنا محتاجينها قبل ما نبدأ أتاك. لأن التفاصيل دي كل ما كانت كتيرة وكل ما يعني فهمتها أكتر وعرفت كل حاجة عن الهدف بتاعي، فبقى كده بنيت مفهوم عن التارجت. فبالتالي أنا فاهمه جدا، فأبقى فاهم أخش له منين، وايه نقط الضعف المهمة وايه نقط الضعف اللي انا ممكن اسيبها دلوقتي. وابقى كده يعني عارف انت زيك زي الشخص اللي بنى النظام ده. تمام. فانت كل ما اديت وقتك في الانيموريشن وكل ما يعني استثمرت فيه كل ما هيساعدك بعدين في تسهيل عملية الاتاك. تمام. طيب مثلا احنا هديكم مثال مثلا على الانيموريشن. لو احنا بنعمل اتاك على نظام مثلا، يعني احنا دلوقتي مطلوب مننا نعمل اتاك على نتورك ونخش على جهاز مثلا وليكن جهاز المدير. تمام. احنا بنعمل انيموريشن على النتورك كلها، بنشوف ايه الاجهزه اللي موجوده، كام جهاز. بعد ما بنشوف الاجهزه بنشوف الاي بي بتاع كل جهاز. بعد ما بنشوف كل اي بي بنشوف بقى كل جهاز لوحده ايه السيرفيسز اللي شغاله عليها وايه الابلكيشنز اللي شغاله دلوقتي والبورتس المفتوحه. فكل ما جمعت تفاصيل كل ما الرؤيه بتاعتي وضحت، وكل ما نسبه الاتاك بتاعي بقت اسهل واعلى. خلاص. فانا لما بفهم التقنيات والسيرفيس اللي شغاله وكل الحاجات اللي شغاله عليها التارجت، ده بيساعدني طبعا جدا في الاتاك بعدين. تمام. هنا بيقول لك ان كل ما تجمع معلومات اكتر كل ما فرصك في ايجاد الاتاك فيكتورز اكتر. ايه الاتاك فيكتورز؟ اللي هي فرص او طرق الدخول على التارجت او انك تمسك اكسس على الماشين اللي انت داخل عليها. خلاص. فهنا بيقول لك مثلا انت واحد صاحبك في البيت، واحد صاحبك ضيع المفاتيح فبيقول لك يا اسامه المفتاح مثلا في الصالة. طب انت هتقعد تدور في كام حتة في الصالة؟ لا، لما يديك تفاصيل اكتر الموضوع هيبقى اسهل وهتبقى عارف انت داخل فين وما تتوهش وانت ايه وانت بتدور. فده مثال كده ايه مبسط شوية. احنا هنا بندور على ايه لما نخش على تارجت معين او نعمل اتاك؟ احنا بندور على اهم حاجتين في اي نظام. بندور على الميس كونفيجريشنز وبندور على الضعف في التأمين. الميس كونفيجريشنز دي بيبقى سيتنجز الناس الديفلوبرز بيهملوها او النتورك ادمنستريتورز بيهملوها، بتبقى لازم تتغير. مثلا وليكن ابسط مثال، لو احنا عندنا صفحة الراوتر زمان كان بتبقى مكتوبة ايه؟ ادمن عشان تخش على اعدادات الراوتر. وده يعني شيء غلط جدا لان اي حد هياخد الاي بي ويخش منه ويكتب ادمن هيخش. وكذلك في داشبورد بتبقى لغاية دلوقتي داشبوردات كتيرة بتبقى معمولة ادمن. فده ميس كونفيجريشن واضح جدا ومن اكبر الاخطاء اللي الناس بتقع فيها. الضعف بقى اللي هو بيبقى فين؟ مثلا انت عندك نظام، النظام ده لازم يبقى ابديتد على طول. خلاص. فانت قعدت فترة ما عملتلوش ابديت، فحصل مثلا ثغرات وليكن ثغرة في فيرجن قديمة انت ما عملتلهاش ابديت. ده من المشاكل او الضعف في التأمين. طيب من خلال الانيميشن احنا بنعرف السيرفيس اللي شغالة، ومن خلال برضو الانيميشن بنعرف الفيرجن اللي السيرفيس دي شغالة بيها. فبالتالي احنا ممكن نسيرش لو عرفنا الفيرجن نشوف هل الفيرجن دي فيها ثغرات ولا ما فيهاش. لو فيها ثغرات طبعا انت كده ايه تبقى فتحت لنفسك فرص كتيرة في الاتاك. طيب الانيميشن هنا بيقول لك الانيميشن ده مش اداه مش ادوات. الانيميشن ده كونسبت. فانت يعني عايز اقول لك لو انت فاهم الانيميشن صح هتبقى يعني من اكتر الحاجات اللي بتميز البنتريشن تيستر الشاطر والاقل منه هي ان هو فاهم شغله كويس.
ما بيعتمدش على الادوات والاوتوميشنز والحاجات دي كلها، دي بتساعدك بس مش هي الاساس. الاساس ايه؟ الاساس هو المايند سيت بتاعك، فهمك الكونسبت. انت فاهم كل حته او كل سيكشن انت في الاتاك بتاعك عايز تطلع منه بايه. فلو فهمت انت الهدف بتاع كل مرحله، ده بيساعدك جدا وبيخليك واقف على ارض صلبه وما تتوهش في نص الطريق. تمام. زي ما اقول لك، يعني في ناس بعد ما بيعملوا ان ماب مثلا انوميريشن وكده، يكتشفوا سيرفيس مثلا او بورتس مفتوحه، هم مش فاهمين البورت ده ايه او السيرفيس دي ايه، فيقف. لا، انت الانوميريشن مطلوب منك انك تفهم كل حاجه. فانت لو شفت سيرفيس مش فاهمها او بورت اول مره تشوفه، سيرش عنه، افهمه، شوف شغال ازاي. لان لعل لو انت بتفهم شغال ازاي، تكتشف اساسا حاجه تربط في دماغك، يعني فرصه انك تخش منها الاتاك، وتبقى بسبب انك فهمت السيرفيس دي شغاله ازاي. خلاص. الانيميشن فيه اتنين طرق للانيميشن، في المانوال والاوتوميتد او الاوتوماتيك انيميشن. الاوتوميتد ده عن طريق التولز وكده، في حاجات بتبقى تولز كامله بتقعد تعمل بيها انيميشن. وفي المانوال انيميشن انك بقى ايه، تخش بايدك تقعد تسيرش بقى عن الشركه وكل الحاجات دي هنشوفها بعدين. بس لازم تبقى عارف النوعين دول. وانا برجح المانوال اكتر، لان ده اللي بيميز الشخص اللي فاهم، وده اللي بيميزك عن الاي اي تولز دلوقتي. فانت يعني انفست اكتر في المانوال انيميشن وفهمه كويس، عشان ده ان شاء الله هيساعدك بعدين. بيقول لك برضو من عيوب الاوتوميتد انيميشن ان هو بيبقى التولز فيها ليميتيشنز. الفاير وولز والاي دي اس بيمنع التول ان هي تاخد معلومات كتيره، فانت مش تقدر تاخدها غير عن طريق المانوال انيميشن زي ما قلنا، وده مثال عليه. طيب. الخلاصه بقى الانيميشن بيقول لك هو فهم، بتفهم الجهاز او التارجت، تفهم كل حاجه عنه وبتحللهم عشان تبني لنفسك خطه اتاك تبقى ايه، مدروسه وواضح كل ستيب فيها. تمام. طبعا بيقول لك ما تعتمدش على نتيجه تول واحده، لازم تستخدم تولز كتيره، لان ممكن تول تطلع لك نتيجه غلط. فده برضو ان شاء الله هنتكلم عليه بعدين. وبيقول لك معلومه صغيره زائد فهم صح بيديك اكسس كامل. تمام. طيب، هنخش على بعده. تمام، ان شاء الله هنخش على الانماب. الانماب دي من اهم التولز اللي بنستخدمها، او اي بنتيشن تيستر لازم يبقى عارفها. واول حاجه بنستخدمها في الانيميشن. التول دي بكل بساطه بتعمل لك سكاننج على شويه حاجات كده وسيرفيسز وهوستس، بتوريك، بترسم لك خطه كده، او بتوضح لك النتورك دي فيها ايه. تعال نعرف كده سريعا عنها شوية حاجات. التول دي اوبن سورس، متاحة ان اي حد يعدل او يزود فيتشرز فيها، ودي من اهم الحاجات اللي في التولز اللي بتبقى قوية. معمولة بالسي والسي بلس بلس والبايثون لو حد حابب يزود او يضيف فيتشرز فيها. طيب، هنشوف بقى التول دي بنستخدمها في ايه. تمام. بيقول لك ان السكيورتي سبيشاليست والنتورك ادمنستريتورز بيتلاقوا في التول دي. بيستعملوها لايه؟ بيستعملوها في مراجعه امن الشبكات، في البنتيشن تيستنج، في اختبار اعدادات الفايرول واي دي اس، تحليل الشبكه، تحليل الريسبونس. تحليل الردود ده بيوضح لك قد ايه يعني ده كل رد ليه نتيجه معينه، او يعني بيديك فهم معين عن البورت ده مفتوح ازاي، او البورت ده حالته ايه دلوقتي. كل الكلام ده ان شاء الله هنتكلم عليه في العملي. طيب، الان ماب اركتكتشر. الان ماب بيديك ايه، او انت بتطلع منه بايه وبتستفاد منه بايه. ده اهم حاجه تطلع منها بالتول، ان انت ما تستخدمهاش وانت مش فاهم. يعني انت بتستخدمهاش وانت مش فاهم هي بتعمل ايه. لا، انا عايز افهم كل الجوانب بتاعه التول عشان استخدمها واطلع بيها باكبر فايده. بص، ديسكفري ان احنا بنبقى في نتورك وعايزين نعرف ايه الاجهزه المتاحه دلوقتي وشغاله، ونعرف كل جهاز الاي بي بتاعه كام. تمام. بنعمل بورت سكاننج، ده حاجه متقدمه. انا دلوقتي عرفت ان الجهاز ده شغال، عايز اعرف بقى اخش سبيسيفايد اكتر فيه واشوف ايه البورتس المفتوحه عليه. خلاص. لان البورت ده هو بيبقى المدخل بتاعك للتارجت. طيب، السيرفيس انيميشن وديتكشن. كل بورت بيبقى شغال، بيبقى مربوط بسيرفيس معينه. فالسيرفيس دي زي الابلكيشن او البرنامج اللي هو شغال دلوقتي على الجهاز. خلاص. هو بيعرف لك البرامج اللي شغاله، وبيديك شويه كده معلومات عنها. منها من اهم المعلومات ان هو بيديك الفيرجن بتاعه زي ما قلت. الفيرجن تقدر تسيرش بيه وتعرف هل في vulnerabilities او ثغرات موجوده على الفيرجن ده ولا لا. الاو اس دي سيكشن. الاو اس ديتكشن بنعرف برضو
الاوبريتنج سيستم اللي شغال او متثبت على الجهاز اللي انت بتعمل عليه اتاك. لان لو عرفت الاوبريتنج سيستم بتعرف انهي ابروتش هتسلكه في الاتاك. فالويندوز ليه طريقه معينه، واللينكس ليه طريقه معينه، والماك ليه طريقه وتولز معينه. فده من اهم الحاجات اللي لازم تعرفها قبل ما تبدا الاتاك. الام سكريبتنج انجن او ال NSE ده يعني سكريبتات كده جاهزه، بتوفر عليك وقت ومجهود. لو عايز يعني حاجه اوتوميتد كده، هي مش افضل شيء، ولكن احيانا بتساعدك انك تطلع vulnerabilities جاهزه من غير ما ما تبدا بقى يعني من قبل ما تبدا تاتاك بشكل مانوال. طيب السنتكس وكل الكلام ده هنوريكم دلوقتي عملي، واوريكم نعمل كده كلير. بنشغل ماب ازاي؟ بنكتب سودو دي يعني احنا دلوقتي، طب انا فاتح انا فاتح حاليا البون بوكس اللي هو مرتبط ب هاك ذا بوكس اكاديمي. خلاص، فاللي عنده اشتراك هيعرف يفتح. انا فاتح انهي موديول؟ فاتح الموديول اللي هو اسمه، اللي هو طبعا في الانيميشن هوست اند بورت سكاننج، فهو ده اللي هنجرب فيه. خلاص، نكتب سودو ماب. اول حاجه بنكتب بنكتب الاي بي اللي احنا عايزين ناتاك عليه. تمام، تعالى نمشي على المثال اللي هو اللي هو موضحه لنا هنا. تمام، ناخده كده ونعمل بيست. اولا نكتب سودو. طيب، اول حاجه بتكتب سودو ماب، بعد كده بتكتب التايب او الطريقه اللي انت عايز تعمل بيها سكان، وبعد كده بتكتب الاي بي. هي يعني بيبقى كده او كده. خلاص، فاحنا لو هنا بقول لك اول حاجه بتكتب الماب والسكان تايب والاوبشنز اللي انت عايز تعمل بيها سكان والتارجت. خلاص، زي ما هنا واضح. هنا ما حطيتش اوبشنز، حطيت بس السكان تايب اللي انا عايزه. طب ايه السكان تايب ده وبيعمل ايه؟ هنفهم دلوقتي. تمام، السكان تايب ده اللي هو اس سمول اس كابيتال، ده معناه ايه؟ اولا انتوا فاهمين هنا استدعيت الاداه عشان اشغلها، وهنا قلت له اعمل لي سكان بالشكل ده، وهنا اديته لوكال هوست اللي هو الجهاز بتاعي، الاي بي بتاع الجهاز بتاعي. لو كتبت الاي بي ده هيشتغل برضه. طيب، تعالى نعرف يعني ايه اس. لان في كذا طريقه في السكان. تمام، دلوقتي انا كلاينت اللي هو الجهاز اللي انا عايز اعمل ده الجهاز بتاعي، وده جهاز السيرفر او التارجت. خلاص، في طريقتين في السكان. في طريقه كامله اسمها ري واي هاند تشيك. خلاص، وفي طريقه بتبقى نص 3 واي، بتبقى 2 واي بس. طيب، ايه الفرق بين دي وبين دي؟ خليني اقول لكم بكل بساطه. انا دلوقتي بعت لما اجي اعرف هل بورت من البورتس شغال ولا لا، بقول له ابعت ابعت رساله، فيقول له يا كابتن انت صح ولا لا. فالسيرفر هيرد عليه يقول له ايوه صح، عايز حاجه؟ ويروح ده بعت لي الرد. هنا ده الاس اس اللي هو الطريقه اللي احنا بقول لكم عليها الاس اس. خلاص. طيب، الطريقه التانية اللي هو بعد ما يبعت يقول له انا موجود صاحي، يروح يقول له طب افتح كونكشن بيني وبينك. طيب، يعني ايه مميزات الطريقه دي ومميزات الطريقه دي؟ الطريقه اللي هي مش كامله دي اولا سريعه، ثانيا مش بتتسجل في اللوجز، فانت ما بتبقاش مكشوف، يعني محدش بيعرف، صعب يبقى حد يعرف انك عملت عملت سكان. طب الطريقه التانية مميزاتها ان لو عمل كونكشن فانت 100% متاكد ان البورت ده مفتوح او السيرفيس دي شغاله. ولكن مشكلتها ان هي تبقى انت مكشوفه، وبتبقى بتبقى بطيئه. خلاص، فكل حاجه بتبقى على حسب احتياجك. تمام، اللي هو هوست ديسكفري. طيب، الهوست ديسكفري بكل بساطه ان احنا دلوقتي جوه انترنال بنتريشن تيست، انا جوه الشبكه. لان بص، في طريقتين الانيميشن، لو انت جوه الشبكه ولو انت بره الشبكه. ايه الفرق بينهم؟ لو انت بره الشبكه بيبقى في ليميتيشنز، في فاير وول، في اي دي اس بيديك بيبقى بيضيق عليك حاجات كتيره. طب لو انت جوه الشبكه، انت هنا السيناريو ده بتجربه وبتشتغل عليه، والسيناريو ده بتشتغل عليه. يعني انت ممكن في في تاسك في الشغل الحقيقي انك تبقى جوه الشركه عشان تعمل عليهم بنتيشن تيستنج، وتبقى زيك زي اي موظف، الجهاز بتاعك متوثق وبتعرف تشتغل براحتك. اما لو انت بره الشركه، فده بيبقى ليه الابروتش بتاعه، هنشرحه ان شاء الله بعد شويه. الهوست ديسكفري ان احنا بنخش جوه الشبكه، بنتوصل بيها، بناخد اي بي زيهم زي اي موظف، وبعد كده بعمل سكان، بشوف بقى الاجهزه اللي شغاله على الشبكه بتاعتي علشان
ابني رؤيه، زي ما قلنا ابني رؤيه عن كل التفاصيل بتاعه الشبكه. طيب بنعملها ازاي؟ اول حاجه بنكتب سودو اماب، بعد كده بنكتب اسم او الاي بي الخاص بالنتورك، وبنكتب له المدى بتاعه، اللي هو الحته دي يعني حاجه في النتورك، ان احنا 24 دي بقول له ان الشبكه بتاعتي الاجهزه هتبقى بس في البيت دي. يعني الحته دي كده في الفاندامنتالز في النتورك، ان انت بيبقى 256 جهاز بس هما المتاح في النتورك دي. خلاص. للاس ان دي يعني ايه؟ الاس ان دي انا بقول له اعمل لي جاست سكان على الهوستس المفتوحه. بعد كده هو لو انا سبته هيخش على كل هوست ويعمل سكان على البورتس المفتوحه. لا، انا عايز بس اعمل سكان على الهوست واتخطى حته البورت دي. طيب الداش او اي كابيتال دي بتعمل ايه؟ دي بتعمل لي اوتبوت او بتعمل لي سيفنج للريزلت اللي هيطلع، وبحطه، قال له حطه لي في الفايل اسمه تي ان اي تي. خلاص. الحته دي معناها ايه اقول لكم دلوقتي، لان هي اللي مش هتفهموها غير لما اوريكم مثال. طيب تعالى ناخد كده ايه مثال سريع. تعالى نعمل كلير. دلوقتي انا كتبت سودو ماب، اديت له الاي بي تبع النتورك اللي انا حاليا شغال عليها، اديت له المدى بتاعي، قلت له تخطى حته البورت سكاننج، طلع لي اوتبوت او احفظ الاوتبوت ده بشكل معين. خلاص. فلو عملت كده عشان تشوفوا الفرق انا هشيل الحته دي، وبعد كده هوريكم لما احطه هيحصل ايه. تمام. استنى بس شويه. اللهم صل على سيدنا محمد. تمام. دلوقتي طلع لي كل الاجهزه اللي دلوقتي لايف وشغاله كونكتد على النتورك. بس شايف المنظر؟ انا مش عايز اوريك، مش عايزك تركز دلوقتي على الاي بيات اللي شغاله، انا بس اوريك المنظر. شايف؟ هو يعني تحس ان الدنيا فيها لخبطه كده ومفيش حاجه واضحه. فانا هقول له ايه؟ هقول له سيرش على كل سطر موجود فيه كلمه فور. خلاص. واظهره لي، واعمل اجنور للسطور التاني، فبالتالي هيعمل اجنور للسطور دي. تمام. هيظهر لي بس دول. طيب انا عايز بس اشوف الاي بي ده بس، فاقول له من اول فور للاخر شيلهولي، انا بس عايز الحته اللي هي بعد الفور. فهو ده وظيفه وظيفه السطر ده. بقول له جريب فور، اختار السطر اللي فيه فور، واعمل كات اللي من اول فور للي قبليه. خلاص. لو عملنا كده بص الشكل هيبقى شكله ازاي. هيجي لي بس الاي بيهات اللي انا محتاج اشوفها. تمام. بس دي كل الهوستس او الكمبيوترز حاليا، الاجهزه اللي متوصله كونكتد ولايف شغاله في النتورك. خلاص. طيب في طريقه تاني ان احنا نعمل سكاننج. اللهم صل على سيدنا محمد. دلوقتي انت عندك لستة من لستة من النتورك، انت مش عايز تعمل سكان على النتورك كلها، انت عندك كام اي بي عايز تتاكد اذا كان ضايف ولا لا. فاحنا بنعمل ايه؟ بنخش بدل ما نكتب الشكل ده، بدل ما نكتب النتورك كلها، لا انا هقول له ايه؟ اقول له عايز اعمل سكان مثلا على الاي بي اللي هو 54 مثلا. خلينا نقول 65 والعشرة دوت 1 2 9 دوت 4 5 دوت وليكن 66 وهكذا. فانا بحط النتورك الاي بيز اللي انا عايزها بشكل منفصل، احط بينهم مسافة، واجرب بقى براحتي لو انا عايز اعمل مثلا سكان على اي بي معين او كذا اي بي معين من غير ما اعمل سكان على النتورك كلها. خلاص. طيب هو هيقول لي لو ظهروا لي يبقى كده هم ايه؟ هم لايف وشغالين معايا. طيب في طريقة تاني، ان انا مثلا عايز اعمل يعني سكان بس على اي بيز كل يعني مترتبة ورا بعض مثلا، وليكن يعني مثلا 65 66 67 68. بدل ما اكتبهم كلهم بشكل منفصل، لا انا هقول له ايه؟ من من 65، من 65 لحد 66، او لحد مثلا احنا عايزين نعمل سكان لحد مثلا 68، واحط بينهم داش بالشكل ده. خلاص. تمام. بس بدل ما اكتبهم بشكل منفصل، لا انا وفرت على نفسي. طيب ايه تاني؟ اه طبعا دي بقى الحاجات اللي احنا دايما بنشتغل عليها، او الشكل اللي احنا دايما بنشتغل عليه بعد ما عرفنا الهوست اللي شغالة.
فانا عايز بقى اركز على هوست واحد، فاقول له بكل بساطه اعمل لي سكان على الهوست ده بس، وشوف لي الدنيا فيه ماشيه ازاي. اوريكم التفاصيل بقى لما، سيبك من الحته دي بقى. خلاص هو بيقول لك انا عملت سكان، بيقول لك سكان ريبورت فور ذيس اي بي. قعد قد ايه علشان يرد عليا، ويقول لك اذا كان الهوست ده ايه اب، يعني الهوست ده شغال. خلاص. طبعا نعرف تفاصيل بقى كل حاجه عن الهوست سكاننج، او لو احنا عايزين ديتيلز اكتر بقى. طيب تمام، ان شاء الله بقى هنخش على جزئيه مهمه. الجزئيه دي مهمه ليه؟ لان انا بحب دايما لما التول تبقى شغاله، بحبك تبقى فاهم التول دي شغاله ازاي، وايه الابروتش اللي هي بتستخدمه بيهايند ذا سين، علشان تبقى فاهم. كل ما فهمت اكتر عن الديتيلز اللي بتبقى شغاله وانت بتستعمل التول دي، كل ما طرق في بالك حاجات ممكن تزودها، او في حالات معينه انت بتبقى يعني في حاله دلوقتي انا لازم استخدم الطريقه دي، فاهمني؟ فانت ما بتستخدمش وخلاص، انت فاهم كل حاجه استخدمتها ليه وامتى تستخدمها. فمن اهم الحاجات دي حاجه اسمها الباكيت تريس. الباكيت تريس ده بيوريك الديتيلز اللي بيحصل، وهو بيكتشف اذا كان الهوست ده اب ولا داون، خلاص، او شغال ولا لا. طيب هقول لكم دلوقتي في فرق بين تو ابروتشز في الان ماب، وهو بيكتشف الهوست ده شغال ولا لا على حسب النتورك. انت جاي من نفس النتورك ولا جاي من بره؟ فانت لو من بره بيبقى في ابروتش معين، ولو من جوه بيبقى في ابروتش معين. تعالوا اوريكم كده نوت باد كده سريعه، اوريكم الدنيا هتبقى ماشيه ازاي دلوقتي. مثلا هشرح لكم اول ابروتش او اول طريقه في السكان، اللي هو اسمها اي ار بي سكان. الاي ار بي ده كونسبت في النتورك، بيعرف من خلال بيعمل ايه، بينادي على الاي بي ويقول يا جماعه مين صاحب الاي بي ده. خلاص. لو جهاز شغال وصاحب وهو مربوط بالاي بي بيقول لك انا. طب لو ما فيش حد مرتبط بيه ما حدش هيرد، فبيبعت حاجه اسمها اي ار بي ريكوست with specific اي بي. خلاص. يقول لك مثلا يا جماعه مين صاحب الاي بي ده، وليكن ده الاي بي. خلاص. طيب لو الجهاز ده كونكتد ومتوصل وليه واخد الادرس بتاع الاي بي ده، فبيقول له ايه، بيعمل اي ار بي ريسبونس، وبيقول لك انا انا صاحب الاي بي ده. طيب الطريقه دي اسهل واسرع، وما بتبقاش يعني ليها مشاكل كتيره لو انت جوه النتورك، ودي الديفولت، يعني انت من غير ما تكتب حاجه هو بيشتغل كده. طيب ايه الطريقه التانية؟ الطريقه التانية حاجه اسمها اي سي ام بي. اي سي ام بي دي لو حد يعرف البنج، وانت بتعمل بنج مثلا، لو يعني في شهاده في محتوى السي سي ان اي او كده، البنج ده اذا كنت بتعرف بيه اذا كان الهوست ده شغال ولا لا، ولكن انت اوت اوف ذيس نتورك، يعني انت مش جوه الشبكه. طيب الاي سي ام بي بيبعت حاجه زي الار بي كده، نفس الكونسبت، بيبعت ريكوست يقول يا جماعه مين صاحب الاي بي ده. خلاص. وهكذا. بيبعت بقى الجهاز لو هو شغال بيقول له انا صاحب الايه الاي بي ده، وبيبعت له ريسبونس. الطريقه دي بتبقى مكتشفه او بتبقى واضحه بالنسبه للشبكه، فبيتسجل وبيتعرف ان في حد بيسأل دلوقتي على الاي بي ده. فده من طرق يعني دي مش محبذه، لانها ايه بتبقى مكشوفه. طيب ايه ميزه الاي ار بي وايه ميزه الاي سي ام بي؟ الاي ار بي دي سريعه جدا، سريعه، و وبتستخدم اكتر لو انت جوه النتورك، وحلاوتها ان هي مش بيتعمل لها بلوك، مش بيتعمل اي بلوك من الفاير وول، على عكس الاي سي ام بي. الاي سي ام بي ممكن تلاقي الفاير وول عامل لك بلوك لانك اوت اوف نتورك، وبيبقى فيها مشاكل كده. ولكن لو انت جوه الشبكه دايما استعمل اي ار بي. لو انت بره الشبكه مش هتبقى عندك خيارات كتيره، هتبقى مضطر انك تستخدم الاي سي ام بي. خلاص. وهنشوف بقى لو اتعمل لك بلوك تعمل ايه والكلام ده كله. جميل. تعالوا نكمل الكونتنت اللي احنا بدأنا فيه. ده شرح دي طريقة تانية اشوف بيها الديتيلز اللي بيعملها انماب لما بيعمل ديسكفري او سكاننج. فبكتب له داش داش ريزون. خلاص. هيقول له انا بعت اي ار بي، بقول له هو هاز ذس اي بي،
وبعد كده عمل لي ريبلاي بيقول لي انا اللي فاتح بالاي بي ده. عشان كده ايه، شفنا ديتيلز اللي بيعملها ان ماب. طيب هنا بقى لو انا عايز اوريكم مثال، مثلا اوريكم الاي سي ام بي بيشتغل ازاي، ولكن انا جوه الشبكه، فباي ديفولت زي ما قلنا ان هو بيعمل اي ار بي ريكويست. فانا عايز اقفل دي، فبقول له disable اي ار بي بينج، بقول له اقفل الار بي واشتغل بالاي سي ام بي. فهنا نفس الكلام، هيبعت اي سي ام بي ريكويست، ريكويست هيقول مين صاحب الاي بي ده، خلاص. بعد كده هيتبعت ريبلاي هيقول له ايوه انا اللي شغال بالاي بي ده، خلاص. ده من الاي بي بتاعي، الاي بي بتاع التارجت، وهنا من التارجت الاي بي بتاعي، يعني هي تلقائية. تمام. هنا الاماب عملت حاطه كده زي مرجع كده لو انت عايز تفهم اكتر عن enumeration، خلاص. ممكن تخش تقرا لو انت عايز تزود معلومات. تمام. في السؤال هنا في الهاك ذا بوكس بيقول لك ايه، بيقول لي based on the last result find out which of operation system is belongs to الهوست اللي احنا شغالين عليه او اللي احنا عملنا عليه سكان. فهنا آه، لو احنا يعني دي حته كده جانبيه في ال في الاي سي ام بي ريكويست، بيديني حاجه اسمها تي تي ال. فين التي تي ال؟ اي دي تي تي ال. التي تي ال دي اسمها تايم تو لايف. كل اوبريتنج سيستم بيبقى غالبا ليه تي تي ال مختلف عن التاني. فانا مثلا 256 دي بيبقى اوبريتنج سيستم معين، ولو اقل منها بيبقى اوبريتنج سيستم معين. فلو احنا شفنا هنا هنلاقي التي تي ال بتاعنا 200 وكام، 255. لو سرشنا هنلاقي ان 255 ده اللي هو مختص بالويندوز، خلاص. مثلا في التي تي ال 61 ده بيبقى مختص باللينكس. فانا من خلال التي تي ال ببقى عرفت الجهاز ده نازل عليه انهي اوبريتنج سيستم. وده بيبقى حل السؤال بتاع هاك ذا بوكس، خلاص. طيب هنكمل مع بعض الهوست اند بورد سكاننج. هنا ان شاء الله هنشرح ان ديتيلز اكتر. بعد ما بنعرف اذا كان الهوست ده لايف ولا مش لايف، شغال ولا مش شغال، بنبدا بقى نستكشف اكتر عنه، نشوف السيرفيسز والبورتس اللي هي مفتوحه واللي كلوز. طيب معلش هي مكتوبه منافذ، بس هي علشان ايه؟ عشان الترجمه الحرفيه، ولكن ما لقيتلهاش ترجمه غير كلمه منافذ، فاهمني؟ فانا يعني مشيها منافذ، انا هقول عليها بورت على طول. طيب في طريقتين للسكاننج، في التي سي بي وفي اليو دي بي. طيب التي سي بي يعني ايه مميزاته، واليو دي بي ايه مميزاته؟ التي سي بي ده اسرع وبيديك تفاصيل اكتر، ولو قال لك اوبن فبيقول لك اوبن ليه، بيبقى عنده بروف، عنده دليل. اما اليو دي بي عكس ذلك، اليو دي بي بيبقى مستخدم في احتياجات مختلفة، فما بيبقاش لو قال لك اوبن ما بيبقاش يعني في دليل ان هو اوبن غير ان هو اتصل، فاهمني؟ فهنوضح اكتر، ولكن خلينا نمشي دلوقتي في التي سي بي. يقول لك التي سي بي فيه 6 حالات للبورت. لما اعمل سكان للبورت بشوف بيديني 6 حالات. يا اما يديني اوبن، ده يعني كده المنفذ ده شغال والخدمه ريدي تو جيت كونكتد، وبيديك احيانا كلوز. كلوز ده المنفذ موجود شغال، ولكن مش مفعل، يعني حاليا دلوقتي هو المنفذ موجود بس مش شغال، خلاص مفيش خدمه شغاله عليه. فلترد لو الفاير وول منع ان هو يديك ديتيلز البورت شغال ولا لا. وانفلترد هو يعني هو زي ما بيقول لك ايه، هو ظهر عندي المنفذ ده، ولكن مش عارف يحدد هل هو شغال ولا لا. نفس الكلام لو اوبن فلتر، بيقول لك انا يا اما فلترد يا اما اوبن، فاهمني؟ يعني بعد ما بيعمل سكان بيقول لك حاجه من اتنين، انا مش متاكد اذا كان اي واحده منهم هي اما اوبن ولا فلتر. نفس الكلام في الكلوز والفلتر، بيقول لك انا مش عارف هل هو اداني فلتر وقفل لي ولا هو كلوزد، لان بيبقى يعني تنفع هنا وتنفع هنا. طيب ده كده كلام نظري، هنخش بقى ان شاء الله على العملي. بس قبل ما نخش على العملي، عايز اوريكم حاجه مهمه، حاجه بين السطور لازم تبقى فاهمها كبنتيشن تستر شاطر، انك تفهم ازاي الانماب بيعمل سكان، و بيهايند ذا سين الدنيا بتمشي ازاي. لان كل ما عرفت تفاصيل، كل ما الرؤيه عندك بقت اوضح، وكل ما بقيت اشطر من غيرك. طيب هنا بيقول لي خلينا نسكيب الحته دي، لان انا هوريها لكم في المثال.
خش هنا في المثال ده احسن. قال له اعمل انماب سكاننج للاي بي ده ولبورت. دي الطريقه اللي بنكتب بيها لو احنا عايزين نعمل بورت معين، عايزين نعمل سكان على بورت معين. فانا بقول له اعمل لي سكان على البورت اللي هو رقم 21، وريني التفاصيل اللي هتظهر في الاوتبوت. تمام. فهو قال له ان انا بعت تي سي بي، بعت حزمه عشان او بعت باكت اشوف الدنيا ماشيه ازاي. هو اوبن. اول حاجه هو بيقول بيبعت للاي بي ده، بيقول له هل البورت اللي هو 21 ده متاح ولا لا. خلاص. فالمفروض الجهاز هيقول لك متاح ولا لا. فرد بحرفين، حرف الار، حرف الاي. ايه الحرف الار ده مختص بايه، وحرف الاي مختص بايه؟ ار بيقول له والاي دي اختصار الاي سي كي. يعني ايه ار سي تي؟ يعني ايه ار اي سي كي؟ بكل بساطه ار سي تي قال له انا الطلب بتاعي وصل لك ولكني مش متاح دلوقتي، مش يعني انا دلوقتي closed. فبعت له ار اس تي، وبعت له acknowledge اللي هو بقول له انا اللي باكد له اذا كان الطلب بتاعه وصل لك ولا لا. فهنا بكل بساطه بيقول له طلبي طلبي طلبك وصل بنجاح اللي هي اي سي كي، ولكن انا لست مفعل، او يعني انا ده حاليا مش مرتبط بسيرفيس معينه اللي هي اختصارها ار اس تي. خلاص. ان شاء الله تكونوا يعني فهمتوها. ار اس تي ان انا مش شغال. اي سي كي ان أنا طلبك وصل لي اللي هو بعته له في الاول. خلاص. انا بعت اتصال اللي هو اس، راح بعت له قال له ار اي انا اتصالك وصل لي ولكني مش مفعل حاليا ومش شغال. طيب انا بقى دي الطريقه التانية. احنا في السيشن اللي فاتت قلنا في طريقتين من الاتصال. في طريقه اللي هي هاف واي، ان انا ببعت بقول له هل انت متاح ولا لا، فهو بيرد عليا يقول لي ايوه انا متاح. دي الهاف واي. طب الثري واي اسمها ثري واي هاندشيك، اللي هو اتصال كامل. بعد ما عرفت ان هو متاح بقول له طب افتح اتصال بيني وبينك، دي اخر خطوه. طيب لو انا عايز اعمل الخطوه دي اللي هو بكتب داش اس تي في الانماب بتاعي. تمام. فانا بكتب انماب، بكتب الاي بي، بكتب البورت اللي انا عايز اسيرش عنه، وبكتب له اس تي داش اس تي كابيتال. فهو بعد ما بيتاكد اذا كان البورت ده حاليا اوبن ولا لا، لو اكتشف ان هو اوبن بيعمل كونكشن. طب مش اوبن خلاص بقى بيقول لك اذا كان البورت ده مش متاح حاليا وهو كلوزد. خلاص. طيب اه هنا بقى لو المنفذ بعت لك قال لك ان هو فلتر، ده بسبب ان هو في فاير وول. الفاير وول بيعمل تو ابروتشز لو هو عايز يفلتر. بيبقى في دروب للباكيتس، بعت الباكيت. يعني انت بعت الباكيت يروح ايه، يروح الفاير وول يروح موقعه او يتجاهله. فهتلاقيه في التفاصيل بتاعه الاوتبوت هتلاقيه عمل اس تاني. يعني ايه تاني؟ انا ما ادانيش رد فبعت اتصال تاني او تحقق بشكل متكرر. طيب الطريقه التانية ان هو يرفض الباكت، ان هو يقول له ريجكت اللي هو انا مش انا فاير وول موجود ومش هخليك تكمل اتصالك. فبيظهر ازاي عندي في الديتيلز في الاوتبوت؟ بيقول له البورت مثلا 445 unreachable، مش قادرين نوصل له. فده بسبب ان هو الفاير وول عمل له ايه، عمل له ريجكت. يعني في طريقه بيعمل يا اما دروب يا اما ريجكت. طيب الاتصال التاني اللي احنا اتكلمنا عنه، احنا قلنا في تي سي بي وفي يو دي بي. المفروض الحاجات دي بتبقى انت عارفها في اساسيات النتورك. طيب ال يو دي بي بنعمل ازاي يو دي بي سكاننج؟ بنكتب اس سمول ويو كابيتال. واليو دي بي بسبب ان هو ستيتلess او مش زي ما بقول لك يعني مش مش بيعمل 3 واي هاند شيك زي التي سي بي. فما بيبقاش متاكد قوي اذا كان حاله البورتس دي حقيقيه ولا مش صح. فهنا بيديه يا اما اوبن، ده لو اتعمل ده بيبقى نادرا لان هو خلاص بقى يبقى عمل اتصال حقيقي. طيب كلوزد ده بيبقى معظم الوقت. فبيرد باكيت بيقول لك التي سي اي سي ام بي انريتشابل، ويا اما بيقول لك اوبن او فلترد. خلاص. دي عامه يعني دايما بيبعتها يا اما اوبن يا اما فلترد. ولو كلوزد بيقول لك unreachable، يا اما ممكن يكون اوبن اساسا بس الفايرول منعه، وممكن يكون كلوزد بجد يعني. تمام. آه طيب انت ممكن تسأل طب احنا ليه هنستخدم اليو دي بي
واحنا التي سي بي عندنا موثوق ودنيته احسن. التي سي بي ليه طريقته او ليه احتياجاته، واليو دي بي ليه احتياجاته. وليكن مثلا التي سي بي هنا بيبقى ابطأ لان هو بيعمل 3 واي هاندشيك، اما اليو دي بي بيبقى اسرع. اليو دي بي احيانا قصدي التي سي بي احيانا مش بيبقى اقدر اعمل سكاننج لكل السيرفيسز، بيبقى لازم اعمل سكان باليو دي بي، فاهمني؟ فهو لو عملت بالتي سي بي مش هيظهر لي حاجه، كانك بتدور مثلا على حد في البيت وانت بتدور من خلال الشبابيك، يعني انت بتبص في الشارع. طب انت ازاي بتبص في الشارع وهو اصلا في البيت؟ فاهمني؟ فهو التي سي بي مش هيشوفه، هتشوفه ازاي؟ هتشوفه بالسكان بتاع اليو دي بي، فاهمني؟ واحيانا بيبقى الفاير وول بيعدي اليو دي بي، لانه بيبقى مترقب اكتر ومركز اكتر مع التي سي بي. فبرضه ده ليه احتياجاته وده ليه احتياجاته. ده مثال مثلا على لو عملت سكان باليو دي بي وطلع لك ان هو اوبن، فهو بيقول له طبعا دي يعني فهمناها، بيقول له افتح الماب سكان، افتح على الاي بي ده. ده طريقة ان انا بقول له اختار لي السكان اللي هو خاص باليو دي بي. هنا بقول له ما تعمليش بينج، انا عارف ان هو الجهاز ده متصل، البينج ده بيتاكد اذا كان الجهاز ده متصل ولا لا. هنا بقول له disable arb ping، اعمل لي اتصال بالاي سي ام بي اللي احنا قلناه في السيشن اللي فات. هنا بقول له اديني التفاصيل بتاعه الاوتبوت. وهنا برضو هنا بقول له عايز اعمل سكاننج على البورت ده بس. وهنا اديني الريزون ليه لو اوبن ليه. خلاص، نسيت الان دي. لان دي معناها ان انا بقول له ما تعمليش ما تبحثش عن الدومين الخاص بالاي بي ده، انا عايز بس انا يعني مش مهتم بالحته دي دلوقتي. فده بيسرع وبيسهل عليا العمليه. طيب، هنا بعد بيقول له بعت حزمه او باكت باليو دي بي ورد عليها وتاكد ان هو كان اوبن. وده مثال سريع عن اليو دي بي. هنا برضو لو البورت ده كان مغلق، هنا بيقول له في التفاصيل في الديتيلز، قال له البورت اللي انت بتسيرش عنه unreachable. في الاخر هيقول له unknown او closed، السيرفيس unknown والستيت بتاعه البورت closed. تمام. طيب هنخش بقى على حته مهمه جدا ودايما بنستعملها، ان احنا بعد ما نعرف اذا كان البورت ده اوبن ولا لا. انا ببقى ليه عايز اعرف البورت ده اوبن ولا لا؟ انا ببقى محتاج برضو اعرف السيرفيس اللي شغاله على البورت ده. فالطريقه اللي احنا بنعرف بيها السيرفيس والفيرجن ديتيلز اكتر عن السيرفيس دي، بنكتب اس وفي. اس في دي انا بقول للاماب اعمل لي هات لي ديتيلز اكتر عن البورت ده والسيرفيس اللي شغال عليه دلوقتي. وليكن احنا بنعمل الماب على البورت اللي هو 454 45. طبعا كل ده احنا عرفناه. والحاجه الجديده الوحيده اللي هي اس في انا بقول له اديني اصدارات واصدار السيرفيس وديتيلز اكتر عن السيرفيس اللي شغاله. هنا عارف اذا كان اوبن ولا لا. قال له نوع السيرفيس اللي شغاله اللي هي نيت بايوس. قال له ليه هو عارف ان هو اوبن ولا لا. وفي الاخر اداله الفيرجن اللي شغاله. الفيرجن دي مهمه جدا، بتساعدنا في حاجات كتيره، منها ان احنا نسيرش اذا كان الفيرجن دي فيها ثغرات ولا ابديتد اخر حاجه. تمام. في الاخر قال له الهوست ده وبنته او شغال على الاوبريتنج سيستم الخاص بلينكس. هنا هنخش نحل السؤال اللي هو اللي منزله لنا هيكزا بوكس في المقالة اللي هي الخاصة ب الهوست والسيرفيس والبورت سكاننج. هنا بيقول لي حاطط لي سؤالين. بيقول لي أول سؤال find TCP ports، البورتس اللي هي شغالة على التارجت دي على التارجت. find TCP ports اللي هي شغالة على التارجت اللي هو مديهولي والاي بي ده. هنخش على نقفل دي معلش. نخش حاليا على الجهاز الماب، احط البورت او الاي بي اللي هو طالبه مني. خلاص، ده التارجت اللي انا عايز اعمل عليه سكان، واقول له اس في. خلاص، هيعمل سكاننج بقى ويشوف البورت اللي مفتوحة. ممكن ياخد وقت بس ان شاء الله مش كبير يعني. تمام. دلوقتي ده الاوتبوت اللي طلع معايا. فانا هو بيقول لي شوف فيه كام بورت مفتوح. انا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة، 7 بورتس مفتوحة. تمام. بيقول لي enumerate the host name، وعرف لي الهوست نيم اللي شغال على التارجت ده. هنا نفس السكان نفسه، هيجيب لي في الاخر حاجة اسمها سيرفيس انفو، والهوست قال له الهوست بالاسم ده.
بلس، والاو اس اللي شغالة لينكس، وشوية تفاصيل اخرى. احنا اهم حاجة عندنا اسم الهوست، وهو ده الإجابة اللي محتاجها هيكتب بس. طيب الحمد لله احنا كده عرفنا ازاي نعمل سكاننج. فاضل الخطوة اللي بعديها ان احنا نتعلم ازاي نعمل سيفنج للريزلت، لان الريزلت اللي احنا طلعنا بيه بنحتاجه في اكتر من حاجة. من الحاجات اللي بنحتاجه فيها ان احنا في الريبورت في الاخير نحط الريزلت ده. احيانا برضو بنعمل سكان اكتر من مرة، وبنقارن بين الريزلت في مرة وفي مرة تاني. فإنماب بتوفر لنا ايه؟ بتوفر لنا كذا فورمات للسكاننج او للاوت. ان شاء الله تكونوا استفدتوا وفهمتوا الجزئية دي. ربنا ييسر ان شاء الله، ونكمل في الجزئيات القادمة اللي هي ازاي تعمل سيفنج للريزلت اللي بيطلع، وشوية حاجات تانية ازاي تعدي الفايروول، وازاي تظبط البرفورمانس، لان احيانا الانماب بياخد وقت، فازاي تهندل الحتة دي وتتحكم فيها. ان شاء الله ربنا ييسر كده، ونكمل في الجزئيات دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لحسن استماعكم. على حسب احتياجك، على حسب الاستعمال اللي انت هتستعمله. فهنا مثلا وليكن في داش او ان، ده الحاجة اسمها نورمال اوتبوت، ودي الصيغة العادية اللي هي بتظهر معاك في السكريبت. طب خلاص. في داش جي او او جي، حاجة اسمها جرابابل اوتبوت، دي بتبقى افضل في السكريبتنج او في الباشنج وانت شغال. طبعا كل الحاجات دي هتشوفها بعدين. الداش او اكس دي اهم صيغة احنا بنحتاجها، بتبقى بيطلع لك XML output. ال XML output ده بنحتاجه في السكريبتنج. لو احنا بنعمل أداة كده بتعمل سكريبت، فاحنا بنحتاج نديها الاوتبوت ده عشان تطلع لي حاجة معينة منه. بنحتاجه برضو احيانا، ممكن في السيكشن ده برضو هوريك ازاي تحول XML ده ل HTML، بيبقى شكله كده ظاهر جميل وواضح. ايه تاني؟ اه الداش او اي كابيتال ده بقى بيديك ايه؟ بيحفظه لك بكل الفورماتس المتاحة، وانت تختار براحتك. تمام. طيب تعال نشوف كده. انا في المثال هنا هديك هحفظه بكل الصيغ، واوريك كل صيغة بتتفتح ازاي او بتظهر ازاي. فهنا هكتب sudo mmap. خلاص. هكتب التارجت اللي هو الاي بي بتاعنا. تمام. حتة كده انا ما عملتش هايلايت عليها، ولكنها مهمة جدا. وانت بتعمل سكان للبورتس احيانا ما بتبقاش عايز تعمل اللي هو دي ان انا بقول له اعمل سكان لكل البورتس المتاحة. خلاص. هنتطرق لها ان شاء الله في السيكشن الجاي. ولكن انا لو انا عايز توب بورتس مثلا، اهم مثلا 100 بورت، بعمله ازاي؟ بكتب له داش داش توب بورتس، واديله الرقم اللي انا عايزه. انا كده بقول له اعمل لي سكان على اهم 100 بورد على التارجت ده. تمام. طيب عايز اسيب بقى الاوتبوت، اقول له اوتبوت كل الصيغ، ويسميه مثلا تارجت. حلو. تمام. هو دلوقتي عمل سكان، طلع لي مثلا الاوبن بورس الموجوده. تعالى نفتح بقى ايه، نشوف الاوتبوت اللي رفعها او اللي ظهر لي. شايف فيه هنا اوتبوت دوت ان ماب دوت XML دوت GNMap. دول كل الصيغ اللي احنا بنحتاجها. طيب تعالى نفتح كده صيغة من الصيغ دي، اللي هي دوت ان ماب دي. كات تارجت دوت ان ماب. هوريك بيبقى شكلها ازاي. نفس الشكل اللي بيظهر وانا بعمل سكان، بدون اي تعديل، بدون اي تغيير في الفورمات. طيب لو انا عايز اشوف الشكل التاني اللي هو دوت دوت ايه، دوت جي ان ماب. بعد كده حط جي هنا بس. تمام. دي ايه ميزتها؟ ان هو بيمسك كل هوست. خلاص. ويديك وان لاين بيشرح فيه كل الديتيلز اللي هيطلعها عن الهوست ده.
الحاجات دي بتحتاجها لو بتستخدم جريب او بتعمل عليه اي عمليات. ممكن ما يظهرلكش دلوقتي الاستخدام، ولكن لما ان شاء الله لما نستخدمه هيوضح بالنسبه لك، وهقول لك. فاكر لما شرحت لك ان احنا بنستخدم دي هنا ازاي؟ ان شاء الله هتفتكرها. طيب، اهم بقى اوتبوت فورمات بنحتاجه اللي هو XML. ال XML ده شكله ازاي؟ هوريك دلوقتي. لوكات تارجت XML. تمام. شايف ال XML ده ما بيبقاش، يعني ما بيبقاش فورمات واضح للناس العادية أو للناس عامة، ولكن بيبقى واضح للبروجرامز للسكريبتنج. بيبقى كل حاجة مقسمة بشكل معين، بحيث السكريبتس أو البروجرامز تبقى فاهماها. خلاص. فاحنا لو هنخش نحط الاوتبوت بتاعنا على بروجرامز بعد كده أو سكريبتات أو كده، فده أفضل صيغة ليها. طيب تعالى نخش بقى نتعلم ازاي نحول ال XML ل HTML عشان نشوف الاوتبوت بشكل منظم ويوزر فريندلي. هنكتب كده في أداة هنا اسمها XSLT بروك. خلاص. اسمها غريب شوية، ولكن الأداة دي بنكتبها ونكتب اسم الفايل اللي احنا عايزين نحوله، ونقول له طلع لي فايل باسم target و .html. لو عملت كده هو كده حوله بشكل تمام. لو عملنا ls هتلاقيه ظهر عندي، وكان ظهر اسف من الاول، بس انا عشان كنت بجرب قبل ما ابدا السيشن. طيب عايزين نفتح الفايل ده اوريك شكله ازاي. والفايرفوكس، واكتب target دوت html. دي حاجه كده ايه، يوزر فريندلي، فيها كل البيانات اللي انت محتاجها، ودي هي اللي بنحتاجها في الريبورتس. شايف ده السكان اللي ظهر معانا في اول سكان عملناه، دي النتيجه. خلاص. فان شاء الله تكون فهمت ازاي تعمل سيفنج للريزلت وتحول من XML ل HTML. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب وصلنا للإنماب سكريبتنج انجن. تعال نشرح يعني ايه إنماب سكريبتنج انجن. الإنماب هي أهم تاسك ليها، أو الجول اللي بنطلع منه بيها، إن احنا هنطلع أكبر قدر من المعلومات. ولكن علشان إنماب أوبن سورس، فالناس طورت فيها وطورت في الفانكشنز والفيتشرز اللي موجودة فيها، فمن خلالها في فيتشرز أو في سكريبتس جاهزة بتوفر عليك شغل يدوي كتير. السكريبت دي أو السكريبتس دي اوتوميتد بروسيس. مثلا لو هو عارف، مثلا وليكن عارف ان في سيرفيس على التارجت دي شغاله، فهو لو عنده سكريبتات جاهزه تشوف تشيك اذا كان في vulnerabilities موجوده على السيرفيس دي ولا لا، بيتشيك اذا كان في يوزر نيم ممكن يطلعهم، بيتشيك هل ممكن يعرف الفيرجن الخاصه بالسيرفيس دي. كل دي سكريبتات بتبقى جاهزه، ممكن تستخدمها في الاماب وتوفر عليك وقت كبير. طيب الاماب سكريبتنج انجن ده ليه كذا كاتيجوري، في كذا قسم من السكريبتات تبقى موجودة في الإماب. أول سكريبت اللي هو ديسكفري، ده زي الانيميشن بالظبط، بيستكشف بيجيب معلومات على قد ما يقدر. ده بيبقى بشكل أولي، بنجيب معلومات عن السيرفيس، عن اليوزرز اللي موجودة. لو في شيرز نعرف البيانات اللي معمول لها شير، واليوزرز اللي هي مفتوح لها الشير ده. لو في بانر، البانر ده ان هو بيبقى كده زي حاجة افتتاحية كده، بيبقى من خلالها بعرف معلومات زي نوع السيرفر والاوبريتنج سيستم والفيرجن وحاجات شبه كده. طيب ازاي نستخدم الكاتيجوري دي؟ بكتب mmap ده جيش سكريبت، بختار الكاتيجوري اللي انا عايزها اللي هي هنا هتبقى ديسكفري، وبكتب طبعا ال IP الخاص اللي انا عايز اعمل عليه. طيب هنا في حاجه اسمها default scripting. ده بيبقى mmap مجمع لك شويه سكريبتات كده مهمه في الانيميشن، يعني شويه vulnerabilities على شويه default، شويه حاجات كده تبقى محتاجهم. فبدل ما تخش عليهم كاتيجوري باي كاتيجوري، لا هي مجمعه لك حاجه كده جاهزه اللي اسمها بتستدعيها عن طريق انك تكتب اس سي. خلاص، اس سمول وسي كابيتال. كل الحاجات دي ان شاء الله هنجربها يدوي، ولكن انا بحب اشرح النظري الاول عشان تكون نظره عن الموضوع، بعد كده نجرب يدوي بحيث يبقى الموضوع عندك متكامل في ذهنك. هنا برضو ال vulnerability سكان ده نوع من انواع الاسكان.
بنشوف هل في vulnerabilities مشهورة مسجلة عنده على الانماب، بيجربها هل هي موجودة ولا لا. واحيانا لو في vulnerabilities موجودة وانا عايز اعمل exploitation او اخترقها او افعلها، فبرضه دي موجودة الانماب بيوفرها لك. دي بقى سكريبتنج جاهزة، بتبقى سيف مش بتأثر على التارجت. وهنا بقى النوعين الأخرانيين دول اجريسيف أكتر، ممكن يأثروا على التارجت ويعملوا له كراش أو يعملوا له لود. منهم الانترسيف والمالوير. لا، الانترسيف والدوس. الانترسيف والدوس دول بيعملوا لود، وممكن أحيانا ممكن يعملوا كراش، وده لا يفضل استخدامهم على تارجتس بدون إذنهم، لأن هم لو عملوا كراش ممكن التارجت ده يعني انت كده بتبقى ضريته. هنا بقى بالمالوير شبه الفولنربيليتي، ان هو بيكتشف هل في كود ضار موجود، هل في باك دور، هل في اي بوت نتس موجودة عندك على التارجت ده وممكن تخش من خلالها. فده بيساعدك لو في حاجة موجودة زي كده، بتوفر عليك وقت كبير. سكاننج. تاني نوع اللي هو المصادقة أو الأوثنتيكيشن، هنا بيبقى بقى بيختص أكتر ببيانات الدخول واليوزر نيمز والباسوردز والحاجات دي. الأوث هنا والبروت دول مختصين بحتة الأوثنتيكيشن أو تسجيل الدخول. فهنا بيجرب يوزر نيمز تبقى موجودة عنده بشكل افتراضي، وبيجرب باسوردز برضو بشكل افتراضي هي موجودة عنده، ديكشنري باسورد. الباسورد دي لو طلع يوزر نيم او باسورد موجودة عنده او متوفرة عنده في الداتابيز، فبيعرضها لك في الاوتبوت. هنا بيديك مثال كامل بقى، بيقول لك ازاي تستخدم السكريبتنج انجن. نكتب ماب، نكتب الاي بي بتاع التارجت، بقول له اعمل سكان على اول او اشهر 100 بورت. وده زي ما قلنا دي بتبقى حاجة مجمعة من الإماب بيوفرها لك، بيعمل كذا نوع من السكان أو كذا نوع من السكريبت بيشغله. وده برضو بيجيب معلومات عن الفيرجنز والسيرفيس اللي شغال على التارجت. خلاص. طيب، في زي ما قلنا في كذا نوع من انك تشغل السكريبت الموجود في الاماب. قلنا الاس سي دي قلناها، قلنا ازاي تستخدم مثلا فئة معينة او كاتيجوري معين زي الفولنربيلتي، دي الطريقة اللي احنا بنستدعي بيها. ولو احنا عندنا في مثلا سكريبت بالاسم انا عارفه، زي مثلا سكريبت اللي هو اس ام تي بي كوماندز والبانر، هنشوف دول بيستعملهم في ايه وهنشوف مثال كامل عنهم. لو في سكريبت كامل انا عايزه او سكريبت سبيسيفيك انا محتاجه، بكتبه عادي زي اي سكريبت بفعله. خلاص. طيب، هنا في المثال عمل ايه؟ قال له شغل لي ان ماب على التارجت ده، شغل لي بس على البورت اللي هو 25 اللي هو خاص بالاس ام تي بي، واعمل لي الاسكان على تو سكريبتس اللي هو البانر والاس ام تي اس ام تي بي كوماندز. ايه البانر؟ البانر ده بيطلع لي معلومات عن التارجت، الاوبريتنج سيستم اللي شغال عنده والفيرجن. اما الاس ام تي بي كوماند ده بيطلع لي الكوماندز المتاحه لو الاس ام تي بي سيرفيس شغاله. خلاص. فاحنا هنا لو شفنا الاوتبوت هنلاقيه طلع لي ايه. قال له ان الاوبريتنج سيستم اوبنتو، وهنا طلع له الكوماندز المتاحه علشان اس ام تي بي مفعله عنده وشغاله. فقال له دي نوع الكومنتس اللي انت ممكن تستخدمها ويجربها معاك في السيرفيس. اخر حاجه الاجريسيف سكان. ايه الاجريسيف سكان؟ ان انا بعمل سكان على كل حاجه ممكن متاحه في التارجت اعرفها عنه. فانا بجيب كل المعلومات حرفيا، بيمسح التارجت حته حته، اي معلومه مهمه بيظهرها لك. طيب الاجريسيف سكان ده دايما او نسبه كبيره جدا بيكتشف من البلو تيمز والفايرول بيمنعه، ولكن لو كان في سيناريو من السيناريوهات متاح معاك فده بيساعدك بشكل كبير. طيب، ايه اللي بنطلع منه او الاوتبوت اللي بنطلع منه من اجريسيف سكان ده؟ بنطلع منه كأننا عملنا اس بي اللي هو بيعرف كل الفيرجنز، بنعرف منه الاوبريتنج سيستم اللي شغال على تارجت، بنعمل حاجه اسمها تريس للراوت، بنشوف لو في مثلا حاجات متاحه جوه التارجت ده بعرف مكانها بالظبط، وبشغل السكريبتات الافتراضيه اللي احنا اتكلمنا عنها فوق. خلاص. فلو هنا عمل سكريبت عمل اجريسيف سكان للتارجت دوت، واوريك النتيجه دلوقتي كميه المعلومات اللي ظهرت معاه. قال له ان في بورت اوبند اللي هو بورت 80. البورت ده بيشغل السيرفيس اللي هي اباتشي،
اداله الفيرجن، عرف ان في وورد بريس شغال، اداله الفيرجن، عرف ان برضو زي ما قلنا اباتشي فوق، عرف الاوبريتنج سيستم اسمه ايه، عرف برضو من خلال السكان الاجريسيف ان في سب دومين من الدومين الاساسي اسمه بلوج. وهنا بيقول لك ان هو خمن بنسبة 96% ان ده لينكس وان هو اوبنتو. خلاص، هو بيديك نسبة التخمين بتاعه قد ايه عشان تبقى عارف ان هو مش 100%. طيب لو هنا اداك مثال برضو عن السكريبت بيشغلوا ازاي، وهنا استخدم الكاتيجوري اللي هي vulnerability، ودي لو طلعت لك نتائج فدي تبقى مساعدة جدا وبتوفر عليك وقت كبير. تعال نشوف كده الاوتبوت اللي طلع معانا كان ايه. اولا طلع انه زي ما قلنا فوق ان اوبنتو شغال على اباتشي وده الفيرجن. قال له ان هو عمل سكاننج لبوسيبل يوزر نيم، وطلع ان ممكن يكون في يوزر نيم اسمه ادمن. طلع الفيرجن بتاع الورد بريس وعرف ان الورد بريس شغال على التارجت دوت. كمان من ده اهم حته في الموضوع، ان هو سيرش عنده، عمل سيرش عنده على الفولنربيلتيز اللي ممكن تبقى متاحه موجوده شغاله على التارجت ده، واكتشف ان في تو فولنربيلتيز ممكن يكونوا موجودين، واداله الاي دي والسي في بتاعهم. وده ممكن يجربه على طول من خلال اكسبلويت او السكريبت الخاص باكسبلويت، او ان هو يفتح بقى ميتاسبلويت ويعمل ايه، ويعمل رن الاكسبلويت او البيلود الجاهز، ويعمل اتاك كامل وياخد اكسس على التارجت دوت. خلاص، فان شاء الله ربنا ييسر وتكونوا فهمتوا الجزئية دي. وشكرا جدا على حسن استماعكم، وبحب اشوف تعليقاتكم لو في اي حاجة ممكن اضيفها او طريقة ممكن اعدلها في شرحي. وشكرا جدا لاستماعكم تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب انا دلوقتي عايز اوريكم مثال كده سريع، لان انا كل اللي احنا شفناه كان امثله جاهزه. انا عايز اوريكم مثال كده واحنا شغالين. هنكتب سودو انماب ونشوف التارجت اللي هو مديهولنا هنا هاك ذا بوكس، حطه. وهنا بيقول لي ايه، بيقول لي من خلال السيرش انجن والسكريبت شوف الفلاج اللي هو هيظهر معاك. طيب تعال نشوف ايه اللي هيطلع معانا لو شغلنا سكريبت مثلا زي السكريبت الخاص بالفولنربيلتيز. نكتب له سكريبت شغل لي كاتيجوري اللي هي خاصة باكتشاف الثغرات الموجودة على التارجت. وعايز الفيرجنز برضو لأن ممكن الفيرجنز تساعدنا. وشغل لي على أهم توب بورت، خلينا في أول 10 بورتات. أنا ممكن أسيرش وأجيب لكم النتيجة، ولكن أنا عارف إن هو الفلاج هيبقى على البورت اللي هو 80. فتوفيرا للوقت أقول له اشتغل لي على بورت 80. خلاص، معذرة أنا كتبت بورت المفروض بي بس. هيقعد يعمل مع نفسه، هياخد وقت حوالي مثلا 3 4 دقايق. هنسيبه براحته وبعد كده نشوف طلع لي بإيه. طيب أخيرا نخلص السيرفيس سكاننج. خلاص، ده كل الفولنربيلز، لأن هو يعني هو حاطط لك ماشين فيها قدر كبير جدا من الثغرات وكده. فإحنا للأسف لو أنت أول مرة هتتوه من الأوتوبوت ده، ولكن أهم حاجة عايز أطلع بيها من الأوتوبوت ده هي آخر حتة. هنبص على آخر حتة كده، اللي بيقول لك إن في مسار عندنا لو فتحت من الفايرفوكس او اي سيرش انجن وكتبت الاي بي اللي هو الخاص بالتارجت وكتبت روبوتس دوت تكست، هتلاقي حاجة مهمة. لو فتحنا وليكن موزيلا فايرفوكس، كتبنا اتش تي بي، تمام، وكتبنا الاي بي خاص بالتارجت، تمام، وعملنا روبوتس. ثانية واحدة، روبوتس دوت تكست بس. هو ده الفلاج اللي هو محتاجه. اي نعم، اللاب ده مش يعني واضح، ولكن ده بس مجرد مثال عن ازاي نستخدم السكريبت، ازاي نستخدم السكريبتات اللي موجودة في انماب ونطلع منها ثغرات ونقدر تساعدنا خالص في العتاق بتاعنا.
خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب هنا الحمد لله احنا وصلنا للجزء اللي قبل الأخير في الإم بيتكلم على البرفورمانس وازاي تعمل كاستمايزيشن للبرفورمانس على حسب الحالة بتاعتك. ففي حاجة مهمة لازم تبقى عارفينها، ان احنا بنتحكم في الدقة وبنتحكم في السرعة. فاحنا لو عايزين حاجة سريعة احيانا بنفقد دقة، واحيانا بنفقد سكان انفورميشنز مهمة. ولو انا عايز اخد كل حاجة مهمة ممكن تظهر لي، فلازم ادي له وقتي واصبر لغاية ما يطلع السكان على، يعني يطلع نتيجة السكان في الاخر خالص. فازاي نتحكم في السرعة والدقة؟ هنمشي مع بعض في السكشن ده. في حاجة اسمها ال RTT او التايم اوت، اللي هو بقول له انا يعني هديك وقت قد ايه لغاية ما خلاص بقى تستسلم وتشوف الحاجة اللي بعديها. او يعني بقول لك هستنى قد ايه قبل ما اقول الجهاز ده مش بيرد. خلاص دي انا بتحكم فيها. لو انا زودتها فهخلي الاجهزة الضعيفة او الاجهزة البطيئة تاخد وقتها في الرد، وهاخد دقة كبيرة ولكن على حساب الوقت. اما لو انا عايز انجز فده ممكن يعمل سكيب او يوقع اجهزه عندي انا ما شفتهاش بسبب ان انا ايه، ان انا سريع. يعني مثلا هنا في ذا بوكس اكزامبل، هنا ده السكاننج العادي. الاف دي معناها اعمل لي سكان على توب بورتس، اللي هو توب 100 بورت موجوده على كل هوست لو اكتشفته. خلاص فهو بيعمل انيميشن على النتورك كلها، وبعد كده بيعمل انيميشن على لكل بورت لوحده، بيعمل انيميشن لكل هوست، قصدي بيعمل انيميشن للبورتس الموجودة فيه. ده الشكل الطبيعي الديفولت. هنا لو شفنا الاوتبوت هنلاقيه طلع لي 10 أجهزة لايف شغالة في النتورك دي. جميل. خد قد ايه؟ خد حوالي 40 ثانية. طيب لو عملنا اوبتمايزيشن للتايم اوت وقلت له اقصى وقت ممكن تاخده هيكون 100 ثانية، 100 ملي سكند لكل جهاز. فبص هنا اي نعم الوقت كان اقل بكتير، ولكن فقد اجهزه في نص السكان. كانوا 10 بقوا 8 لان في جهازين كانوا بطاء. الجهازين دول الجهازين دول وقعوا مني خلال الاسكان بسبب ان انا كنت سريع. الماكس ريترايز. ايه الماكس ريترايز؟ ان انا بقول له جرب كام مره لغايه ما تقول لي ان انا فشلت في الاسكان دوت. خلاص فانا بقول له مثلا جرب 10 مرات، جرب 20 مره، كل ده على حسب ايه؟ الوقت. فانا لو عملت سكان باي ديفولت هتشوف هيطلع لي كام جهاز، طلع لي 23 جهاز. طيب لو خليته ما يعملش اي تراي تاني، اي ريتراي تاني، ومن اول مره لو طلعت معاك تمام، ما طلعتش معاك خلاص ايه، عامل لها سكيب. بص هنا طلع 21 جهاز بس، وهنا كان 23، فوقع اتنين برضو بسبب ان انا كنت سريع. ايه تاني؟ بيقول لك ان افضل القيم ممكن تكون اتنين، يعني على حسب انت باستخدامك والسيناريو اللي انت محتاجه. طيب المين ريت ده ان انا ببعت كام باكت، اقل حاجه كام باكت في المره الواحده علشان اشوف الجهاز لايف ولا لا. طيب الباي ديفولت اللي هو اف، شوف هيطلع هيبعت كام باكت. الحته دي مش بتاثر قوي على الدقه، ولكن هقول لك بتاثر على ايه. ان انت لو زودت الترافيك يبقى، لو مثلا النتورك دي بطيئه او ضعيفه يبقى في مشكله. وكمان لو زودت اللود على الشبكة بتبقى بتعمل نويز، وبتبقى بتكتشف بسرعة. والاي دي اس والفاير وول لو يعني كويسين هيعملوا لك بلوك على طول. خلاص هنا برضو اكتشف 10 هوست. ده ما بيأثرش على الوقت. خلاص فزي ما بقول لك ده بيأثر على حسب النتورك، وحسب انت عندك اتاحة انك تبقى اجريسيف ولا لا. الام بيوفر لي كام حاجة كده جاهزين بقى اتحكم بقى فيهم بالمين ترايز. بتحكم في بتحكم من خلاله برضو في كم. طيب الام ماب بيوفر لي كام حاجه كده جاهزين كده او تمبلتس، بدل ما اقعد بقى اكستمايز كام مره تراي والمين ريت والتايم، فاهمني؟ فهنا اقل حاجه اللي هو تي 0 وتي 1، ده اللي هو يعني هو تي 2 وتي 3. تي 3 ده اكتر حاجه ايه مستخدمة. تي 4 وتي 5 دول اللي هم اجريسيف، ولو انا عايز انجز حالي وعايز ما عنديش وقت كبير، بس هم دول اللي بيبقوا في ريل لايف سيناريوز. اما هنا بنستخدمهم في اللابس اكتر والماشينز والسي تي اف. تعال نشوف مثال كده. ده الشكل الطبيعي. هنشوف قعد قد ايه. قعد 32 ثانية. لو شفنا مثلا التي 5 اللي هو اسرع حاجة
بص هياخد قد ايه، اخد 18 ثانية، هنا كان 32، يعتبر نص الوقت. طبعا ده زي ما قلنا ممكن يفقد دقة ويوقع حاجات مهمة في النص. اما بنستخدمه اكتر بنستخدمه في اللابس والماشينز والسي تي اف. طيب هنا بقول لك بقى تختار ايه امتى. فهنا لو انا بعمل ريكون سريع، انا بقول له تي 5 لان انا عايز اخد اوفر فيو عن الشبكة. اما لو انا عايز ابقى متوازن، فده الشكل المتوازن اللي هو تي 5، ولكن بقول له اعمل ريتراي مرتين بس. والمين ريت بقى عندي وقت وعايزه ياخد وقته عشان اخد معلومات كتيرة، فبقول له تي 2. واعمل الماكس تراي مثلا ماكس تراي 5، حاول 5 مرات. ده اسرع حاجة بنستخدمها بس لللابس والماشينز، اللي هي الماكس تراي 5 زيرو قصدي. والمين ريت خليه 500، وتي 5 اللي هو اسرع حاجة. يا رب يكون الموضوع واضح بالنسبة لك. إن شاء الله هنعمل لاب برضو، هنحل لاب على الحتة دي. ولو في حاجة مش واضحة حط لي في الكومنتس، وإن شاء الله أجاوبك عليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.